المغربية عن هذا الأمر كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رؤية الهلال بعد عملية المنطقية وقاعدة شرعية صوم رؤيته وأفصل لرؤيته، على اعتبار أن مراقبة الهلال لا تتم في المغرب بالطريقة الكلاسيكية برؤية الهلال، فتم الإعلان عن أن يوم عيد الأضحى المبارك سيكون بعد يوم غد الخميس الجمعة. وهي مسألة مرتبطة بظرف عادي جدا بأمور طبيعية، ليس هناك أي ربما تأخير أو رغبة في عدم أن يكون العيد في المغرب مع باقي الدول الإسلامية، ولكن هي مسألة بسيطة جدا مرتبطة برؤية الهلال. وقد اتصلت العربية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وأكد المسؤولون أن العملية طبيعية جدا، بالرغم من أن الشارع المغربي كانت له بعض التساؤلات عن هذا الأمر وعن تأخر المغرب عن الاحتفال بالعيد مع باقي الدول الإسلامية، لكن ربما هي ظروف الطبيعة والجغرافيا على اعتبار أن المغرب يقع في أقصى بلدان العالم الإسلامي والعربي، وبالتالي فالأمر طبيعي جدا، ليس هناك أي خلفية أو أي دوافع جعلت الرباط تحتفي بعيد الأضحى المبارك متأخرة عن باقي الدول. عادل الزبيري مراسل العربية من الرباط، شكرا جزيلا لك. قتل 13 شخصا وأصيب 20 بجروح خطيرة، بينهم 14 في حالة خطيرة في حادث تدهور حافلة ركاب شمالي المغرب. وذكرت مصادر رسمية أن الحادث وقع عندما هوت حافلة الركاب في واد يبلغ عمقه 100 متر في منطقة جبال الريف، بينما توفي شخص آخر متأثرا بجراحه. وتسجل الطرقات المغربية عشرات الحوادث القاتلة يوميا، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أن أكثر من 3000 شخص لقوا حتفهم على الطرقات في الأشهر العشرة الأخيرة من هذا العام. قررت حركة البوليساريو الساعية إلى الاستقلال الصحراء الغربية قررت تمديد اجتماعها الخاص بصياغة السياسات حتى يوم غد، ومن المقرر أن يحسم الاجتماع ما إذا كانت الحركة ستستأنف كفاحها المسلح ضد المغرب كما أعلنت سابقا أم لا. وقال محمد خداد المسؤول في بوليساريو أن استراتيجية التجمع التي كان من المفترض أن تنتهي أمس بحاجة إلى مزيد من الوقت، وأضاف أنه لم تنتهي بعد من انتخابات القيادة الداخلية. طلقت منذ 4 سنوات لترافق مهرجان مراكش السينمائي كواجهة إعلامية تنقل بالصوت والصورة أيام المهرجان. إنها قناة المهرجان التي أطلقتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب كخدمة تلفزيونية عمومية تساهم في التسويق الإعلامي للحدث الفني وفي تقريب الجمهور من الفن السابع. التفاصيل مع عادل الزبيري. أوجد مهرجان مراكش دينامية بأبعاد متعددة وصلت إلى الإعلام من خلال خلق قناة تلفزيونية خاصة بالمهرجان مهمتها نقل أحداث أيام وعروض ونقاشات يفرضها المهرجان طيلة أيامه. وقد رصدت إمكانيات بشرية وتقنية من أجل أن تجد مراكش السينمائية نافذة بالصورة على العالم. والقناة هدفها الأساسي هو أنها تعطي صورة على المهرجان، أنها تنقل نبض المهرجان، كواليس المهرجان، حياة المهرجان، تقرب المهرجان من جمهور مراكش اللي ما كيقدرش يحضر. تبدأ القناة بثها مع بداية المهرجان عبر نقل مباشر للافتتاح وآخر لحفل الختام، واللذان يعدان أبرز حدثين من ناحية الصورة بالنسبة للتلفزيون الباحث عن مشاهدين له في كل مكان. وستبث القناة برامجها لكل المغرب عبر التقنية الرقمية الأرضية وعبر البث الهوائي الهرتزي لمحافظة مراكش، ويكبر ضغط العمل مع قرب الاختتام على الطاقم الصحفي والتقني. لما يكون هناك ضيف معنا وضيف من مثلا كلما كان من العيار الثقيل كما نقول كلما كان أفضل، هذا هو المكسب الذي نفتخر به. هي موضة جديدة تنتشر تدريجيا في كل المهرجانات، وطالب المراقبون في مراكش بضرورة الشروع في بثها الرقمي الفضائي عبر الأقمار الاصطناعية. فالقناة التي تروج تلفزيونيا للمهرجان تحتاج إلى مزيد من المتابعين ومن المشاهدين في كل أنحاء العالم في ظل تزايد المهرجانات العالمية خاصة السينمائية منها. تخلق القناة تواصلا جماهيريا واسعا بين الجمهور والمهرجان، إلا أن هذه القناة
حسب بعض المراقبين تحتاج إلى بث فضائي من أجل أن يصير للمهرجان صدى دولي وكذلك للقناة. عادل الزبيري، العربية، من محافظة مراكش جنوب المغرب. في نشرتنا بعد قليل، قارب بخاري يعمل بالوقود الحيوي صمم ليسجل رقما قياسيا في السرعة حول العالم. الآن يمكن